النادي الفني الأرميني. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس؟ كله كويس. احنا استاذ اسلام معانا مدير الاستوديو. اتكلمنا على الاستوديو. الاستوديو هنا زمان كان النادي الفني الارمني، ودلوقتي هو حاليا بلاتو امل للفنون. بلاتو امل للفنون، اكاديميه بلاتو امل للفنون. جميل. وفي كام قاعه جوه؟ هو في 3 قاعات والمسرح. جميل. ده سعر القاعه، الايجار القاعه قد ايه؟ يعني قلنا بقى هنقول بقى على حسب الاتفاقات بقى. ماشي، يعني حسب الاتفاق. بيبقى حسب الاتفاق. في سعر حاطينه بس على حسب بقى المده اللي بتأجرها منه. حلو جدا. مساء الخير. مساء وانتم طيبين. المكان زمان كان تابع للنادي الأرميني. كان نادي متميز جدا زمان ولفترات طويلة من الخمسينات لحد، فهو تاريخ، المكان ده تاريخ. ده حقيقي. في بالظبط افلام كتير قوي ابيض واسود جدا من الله. هو اصلا من الابياري، يعني من عائلات الابياري بتوع زمان. الله، ده حاجة جميلة قوي. طب ايه من الافلام اللي اتصور هنا قبل كده؟ اتصور هنا فيلم انور وجدي وفيروز لما كانت بتقعد تطقطق كلاكيت ده، او اسمه اسبانيولي او حاجه. يا خبر ابيض، ده فعلا تاريخ. احنا عندنا كام قاعة في المكان؟ انا عندي قاعتين. ايوه. للبروفات. قاعة واحد بتاخد 20 فرد. وقاعة 2 بتاخد 30 فرد. تمام. ممكن اكتر شوية صغيرين. ايوه. وعندي قاعة المسرح طبعا، دي بقى السبيشال، دي حاجة تانية خالص. حلو قوي، حلو قوي. دي بيحصل فيها بقى عروض ببروفات جنرال، بيصوروا احيانا فيها. ممتاز. يعني قاعة جميلة جدا. ممتاز. مسرح، خشبة مسرح. حلو قوي، حلو قوي. ومتاح ان الناس تستخدمها لو مثلا عملوا بروفات هنا وعايزين يعملوا العرض بتاعهم. طبعا. او مشاهده مثلا. طبعا متاح مشاهدات، ومتاح جنرال، ومتاح ان هم يعملوا عرض، اي انواع العرض، قصير او عروض طويله. حلو قوي. وبوفر كراسي ليهم، والخشبه المسرح بتاعتي كمان حلوه قوي. ده هايل جدا، هايل جدا. طيب، في نقطه دايما الفرق بتجد ازمه فيها، الصوت والاضاءه. طبعا يعني ممكن يبقى مسرح حلو قوي، بس هم محتاجين عشان يأجروا صوت وإضاءة وحاجات كده، فطبعا دي تكلفة كبيرة. هل هنا متاح ولو بالشراكة؟ يعني ممكن أنا يبقى مش عندي، احنا عندنا ما عندناش هنا وحدة صوت ولا إضاءة، صح؟ لا، في صوت بس وحدة الإضاءة لسه في صوت بس وحدة الإضاءة بتجهز. ممتاز، يعني في خطوات لده. في ناس بتيجي تعرض عندي كده، الصوت حلو جدا. فول لايت. أنا أتوقع ده. في إضاءات يعني فول لايت، بس في بعض الإضاءات لسه مش مظبوطة. ان شاء الله اظبطها باذن الله. حلو قوي، حلو قوي، حلو جدا، حلو جدا. طب احنا هناخد جوله في المكان برضو. اتفضل. وان شاء الله احنا بنرحب بالناس طبعا. طب اللي عايز يتواصل مع الاستوديو هنا، مع البلاتو امل الفنون، يتصل. ايه الرقم الاتصال او رقم التليفون بتاعي 012 8 012 8 207 012 8 012 8 207. حلو جدا. وعنوان البلاتو، العنوان بتاع الاستوديو 3 شارع سليمان الحلبي، رمسيس، محطة عرابي، الشارع اللي قبل محطة عرابي. الشارع اللي قبل محطة عرابي على طول. تمام. يعني هو على فكرة يا جماعة قريب من الإسعاف. أيوة، في نفس الصف. وقريب من رمسيس. 3 شارع سليمان الحلبي. الدور السابع، متفرع من رمسيس الرئيسي. امام جمعيه المهندسين المصريه بالظبط. ممتاز. ده كده ما يتوهش. مدينه عرابي على طول. ده ما يتوهش خالص. لا. حلو جدا جدا. تمام يا جماعه، تمام. وان شاء الله دايما يبقى في عروض كتير وفي ناس متواجده في الاستوديو. احنا عملنا اصلا مهرجان للمسرح ومهرجان للسينما، وعملنا حاجات كتير جدا. ده ممتاز، ده هايل جدا، هايل جدا. طب بالمره بقى خلينا نقول ده، ان حتى اللي بيعملوا مشاريع افلام يجيبوها يا جماعه هنا في البلاتو. عملنا مهرجان سينما هايل جدا، هايل جدا. حاجات كتير، افلام كتير، وكانت حاجات كويسه جدا. ده هايل قوي، جميله بجد. وكان في فريق للمشاهده، يعني ناس اسمه ايه، تحكيم، اساتذه متخصصين. في المسرح طبعا كان الاستاذ رئيس لجنه التحكيم الاستاذ محمد لبيب. حلو قوي. طليعه، رئيس مدير مسرح طليعه. اوكي. وكان محمد عادل
وكنت انا. اوكي، هايل هايل. وفي السينما كان معانا الاستاذ الدكتور محمد عبد المحسن، دكتور معهد السينما في التصوير. انا شفته. انسان محترم قوي وجميل. جدا كان معانا جدا. برضه محمد عادل هايل هايل. انت منور الدنيا يا صديقي. الله يخليك يا باشا. خلوني برضو يعني مني انا شخصيا شايف كمان ان المسرح هنا عروض المونودراما والديو تحفه، والتريو كمان الثلاث اشخاص تبقى حلوه قوي جدا. جميل. وصدقوني مش محتاجه حتى فكره الصوت. طبعا الصوت مهم كل حاجه خاصه للتسجيل، لكن جمهوركم هيسمعكم كويس جدا، هيسمعهم كويس قوي. دي نقطه مهمه قوي، دي نقطه مهمه قوي. طيب انا سعيد جدا والله يا جماعه، الله يخليكم يا رب. الله يخليك. شكرا. باي باي. ده المسرح، والله المسرح كويس جدا بالنسبه كمان، يعني هو بلاتو امل الفنون هو في الدور السابع. المكان فعلا كبير ما شاء الله، يعني في قاعات كتير جدا للبروفات، والمسرح ينفع بشكل كويس قوي ان يتعمل عليه شغل ويتعمل عليه عرض محترم كمان، فدي حاجه جميله جدا يعني. كان من هنا جميل قوي، مكان رائع. المكان دلوقتي مفتوح لأي حد مسرحي أو موسيقي أو أي حد عايز يحتاج إنه يعمل بروفات في مكان مغلق أو عايز يعرض في مسرح لطيف صغير. طبعا احنا عارفين مسألة الإمكانيات والصوت والإضاءة والتفاصيل التانية، لكن أهو بقدر الإمكان هيبقى المكان مناسب قوي، خاصة أنا بتكلم على المسرح لتجارب الأداء. يعني ممكن ان انت تيجي تعمل العرض بتاعك لو مونودراما ديو، عرض مكون من 3 أشخاص أو 4 أشخاص، ممكن تقيس الموضوع على الستيج، يعني تجرب نفسك عليه وتشوف والله الدنيا تمام، هحتاج أجر معدات وعرض على نفس المسرح، أو هحتاج أجر مسرح تاني من بره، أيا كان. الموضوع ظريف وحلو جدا ولطيف. لكن تعالوا نشوف أصل الحكاية إيه. أصل الحكاية إن نادي الفن الأرميني، أنتوا عارفين إن الأرمن نسيج واحد هم وإحنا، وفي فنانين كتير أصلهم أرميني، وممكن في ناس ما يعرفوش إن الفنانين دول أصلهم أرميني، وهم متواجدين في الساحة الفنية بشكل قوي جدا. هم الحقيقة فنانين قوي ومثقفين، دي حقيقة، وشعب جميل جدا وطيب، وبيبقى عندهم دايما إصرار للنجاح. تعالوا نشوف أصل الموضوع قبل ما ينتقل لبلاتو أمل الفنون. أصلا في الأصل نادي الفن الأرميني ده كان زي بالظبط كأنه مركز ثقافي للأرمن بمنطقة وسط البلد. ده كان سنة 1920، 8 مايو 1920. البداية كانت مقر خدوه في شارع مصطفى كامل، وبعد كده اتنقل لمكان أنطرة الدكة، وبعدها شارع 26 يوليو، وفي النهاية من 2 شارع سليمان الحلبي، نفس الشارع اللي احنا فيه ده كمقر، وبعدها 3 شارع سليمان الحلبي اللي هو في العمارة اللي احنا فيها دلوقتي. كانوا بيقولوا ان العمارة اللي فيها النادي الأرميني ده 3 شارع سليمان الحلبي اللي هو موجود اللي احنا فيه دلوقتي ده، العمارة نفسها كمان كانت ملك للأرمن زمان، والنادي كان ملك للأرمن. وبعد ثورة يوليو سنة 52 ناس كتير هاجروا قوي، واتباعت العمارة بعد سنة 52 لواحد مصري الجنسية، لكن فضلت العمارة بنفس الطراز اللي اتبنت عليه. ولحد دلوقتي وانت داخل من بوابة العمارة هتلاقي في حرفين بالأرميني على البوابة، ودول معناهم بيت الأرمن.
المعنى الحرفين دول اختصار لكلمة بيت الأرمن. النادي اللي احنا فيه ده نادي الأرمن سابقا، ده الدور السابع، هو الدور السابع والثامن. الثامن كان مخصص، يعني يعتبر سطح العمارة، يعني سطوح، كان مخصص لأنشطة النادي اللي بتتقدم في الشتاء. بعد ثورة 25 يناير عدد كبير من الأرمن اتنقلوا من منطقة وسط البلد لمصر الجديدة، فالنادي بقى شبه مغلق والأنشطة بتاعته توقفت. لكن النادي ده كان بيقدم أنشطة ثقافية وفنية جميلة جدا، وكان فيه ندوات، وكان فيه موضوع على فكرة ظريف جدا جدا، يعني أتمنى أنه يتطبق. كان اسمه جورنال المتكلم، يعني مجموعة من الأشخاص في وقت محدد زي ملخص للجرائد. يعني والله فكرة ظريفة، يعني يا ريتها تطبق في مراكز ثقافية أو تطبق بشكل عام. يعني حاجة لطيفة ان الواحد يعرف كل الاخبار بشكل ملخص والناس تقدمها بنفسها. فدي حاجة من الحاجات الانشطة الجميلة اللي كانت بتتقدم، وحفلات موسيقية وفنانين عالميين كانوا بيجوا يعرضوا في المكان ده اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. وغير كده زمان انتوا متخيلين ان فيروز زي ما قالت زميلتنا امل ان فيروز سجلت في المكان ده، كانت هي وأنور وجدي وسجلوا فيه. طبعا حاجات كتير جدا حصلت فيه، ويقال أنا مش متأكد من المعلومة دي ويا ريت تأكدوها لي لو ده حصل فعلا، إن الملكة فريدة عملت معرض تشكيلي للوحاتها في المكان هنا سنة من السنين في الثمانينات. النادي ده نادي الأرمن ده النادي الفني الأرميني كان بيتكون من مجلس إدارة 11 عضو، وبيتشكل من ال11 عضو اللجان، لجنة شباب، لجنة سيدات، وكان أعضاء مجلس الإدارة دول بيتعينوا بالانتخاب كل سنة. النادي كان تمويله منين؟ دي نقطة مهمة جدا. الحقيقة كانوا معتمدين على التبرعات بالإضافة لعائد الحفلات نفسه اللي النادي ممكن يدخله من الحفلات اللي بيقدمها. دول من ضمن التمويل للنادي اشتراكات العضوية بتاعت النادي، هي اكيد كانت بقيمة رمزية، ما كانتش في مغالاة في الاشتراك ولا حاجة، لان اكيد ده خدمة مقدمة للأرمن، فاكيد مش هيعلوا السعر ليهم. وكان اللي بيبقى عايز من الأرمن الحصول على عضوية كان بيتقدم بطلب، واتنين من اعضاء النادي بيمضوا له عليه، وبعد كده بيقدموا وينتظر موافقة مجلس الإدارة. ده اللي كان بيحصل، وده مكان جميل قوي قوي قوي. الحقوه قبل ما الملامح دي تروح، الملامح الجميلة اللي عاشت فترة طويلة جدا. والحقيقة حقيقي ده بجد أنا مستغرب جدا. الاستوديو ده نادي الأرمن ده غريب جدا، لأنه بص كم قاعات وكبرها، وكل ده دور. أكيد هو مش شقة واحدة، وأكيد شقتين في بعض أو 3 شقق في بعض، لأنه فعلا مساحة رهيبة جدا. المسرح فعلا جميل، يعني وأنا واقف في المسرح بحس إن أنا واقف في مسرح مش في الدور السابع يعني، وخاصة من كل الفترة الزمنية القديمة دي إنه يبقى بالمنظر ده، فحقيقي معمول بشكل عبقري فعلا، دي حقيقة. فتواصلوا مع المكان وروحوا اتفرجوا عليه، وممكن تقعدوا تشربوا حاجة من غير أي حاجة خالص، من غير ما تأجروا قاعة ولا تأجروا مسرح. روحوا اقعدوا، المكان فعلا رائع جدا. اتفرجوا على المكان وقعدوا تشربوا حاجة وتعرفوا على مديرين المكان، وهم ظراف جدا، هيقابلكم بشكل جميل جدا، وتكلموا معاهم وشوفوا ممكن يحصل ايه.